السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن إنك إزاي تقدر تعدل الcontact form اللي هي النموذج بتاع التواصل أو الnewsletter اللي هي النشرة الإخبارية لو بتجمّع إيميلات في الموقع بتاعك. طبعًا الفيديو ده تكملة لسلسلة الكورس المجاني اللي إحنا بدأناها مع بعض، إنك إزاي تقدر تنشئ موقع إلكتروني بنفسك ومجانًا. فعشان نيجي نعدل على ده أو نعدل على دي بنحتاج بعض الإضافات، وكمان هاضمن لك إن إزاي إن شاء الله أي حد يبعت لك إيميل يوصلك على أي إيميل، سواء الجيميل بتاعك أو حتى الإيميل الاحترافي بتاعك اللي هو بيبقى مثلًا info@ اسم الدومين بتاعك. بس قبل ما نبدأ، لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تدعمني أستمر أكتر. إحنا هنا دلوقتي عندنا الصفحة بتاعة contact، لو جيت دخلت على الصفحة دي كده بالاقي فيها الفورم بتاع التواصل. هنفترض إن أنا عايز أزود حاجة في الفورم ده أو أمسح حاجة أخصصه زي ما أنا عايز. هنعمل ده إزاي وإزاي هنخليه يبعت إيميلات؟ هتيجي عندي على لوحة الداشبورد بتاعتك عادي خالص بشكل طبيعي. إحنا المرة اللي فاتت لما نزلنا سيمة بلوكسي كانت شغالة ببلجن اسمها WP فورم، هتلاقيها عندك على الشمال أهي. هتدخل على WP فورم هيجيب لك كل الفورم اللي موجودة عندك في الموقع. دلوقتي هو بيقول لي عندي حاجتين، عندي حاجة اسمها سيمبل كونتاكت فورم وهي اللي هنا دي اللي فيها البيانات تكتب اسمك وإيميلك وهكذا، وفي عندك النيوزليتر ساين اب اللي أنت بتجمع فيها الإيميلات عشان تبعت لهم النشرة الإخبارية لو عندك مدونة أو عروض وخلافه. خلينا هنيجي نعدل على أول حاجة، فهنيجي نبص هنا نقول له والله أنا عايز السيمبل كونتاكت فورم، هاعمل لها edit. WP فورم أداة جميلة جدًا بتشتغل بالدراج اند دروب، مش محتاج تكتب أي حاجة خالص، نفس فكرة لما كنا بنشتغل أو نعدل بإليمنتور على مثلًا الصفحة الرئيسية وهكذا. فهنيجي هنا نرجع للWP فورم هنلاقي الفورم بتاعتنا ظاهرة بالشكل ده، الاسم، الإيميل، السبجكت أو الموضوع والكومنت أو الرسالة بتاعتك. خلينا نفترض إن إحنا عايزين نعدل على الحاجات دي. أول حاجة بتاعة النيم هنيجي عندها بيقول لك الليبل والفورمات والديسكريبشن. أنا ممكن أجي هنا في الليبل اللي هو الاسم أقول مثلًا أنا عايز أخليه بالعربي، فهنكتب هنا مثلًا الاسم ماشي بالكامل مثلًا نفترض خلاص. الفورمات بيقول لك إنها تبقى simple أو first last أو first and middle last. طبعًا إحنا عندنا في الوطن العربي بنكتب الاسم على طول، يعني سواء كامل أو ثنائي أو رباعي وهكذا، ولكن عند الأجانب بيبقى التقسيمة في الغالب لو أنت بتستهدف أجانب تكتب مثلًا إن هنا الfirst name هنا الlast name، أو ممكن تعمل first and middle last اللي هو الاسم الأولاني، الوسط، واسم العيلة. فإحنا في الوطن العربي خلاص هنقول إن هي simple عادي، الاسم بالكامل عادي خلاص، أو ممكن حتى نكتب الاسم فقط. في خانة تحت هنا لو شفتوا اسمها required، دي إن لازم يكتب الfield دي ما ينفعش يسيبها، يعني مش هيعرف يبعت الرسالة إلا لما يكتبها، فدي خانة مطلوبة حتى هتلاقوا جنبها من المرحبا. هنسيبها required تمام. ممكن نيجي ندخل على advanced هنا هنبص نلاقي الحجم بتاع الfield نفسها أو الخانة نفسها، فهنا معمول large، ممكن نعمله medium، ممكن نعمله small، ده طبعًا هيبقى على حسب ذوقك أو على حسب التصميم اللي بتعمله. هنسيبه large زي ما هو. طبعًا تقدر تعدل لو أنت عندك أي خبرة في الCSS تقدر تحط كود CSS هنا بحيث إنك تغير الشكل، ولكن إحنا هنشتغل على الbasic تمامًا. وهنرجع نروح لخانة الإيميل نغير برضه الاسم هنا نسميه الإيميل، خانة الsubject هنسميها الموضوع، خانة الرسالة هنكتب رسالتك مثلًا خلاص، أو رسالتك مثلًا أو مشكلتك تمام. تقدر تكتب هنا أي حاجة وخلينا كله required ما عدا الsubject أو الموضوع هو اللي إيه اختياري. أنا بقى عايز أعدل في الفورم دي، يعني عايز أضيف حاجات أو أشيل حاجات. هنفترض مثلًا الموضوع أنا مش محتاج إن هو يديني نبذة، فممكن آجي عند الموضوع هنا هالاقي في خانة على اليمين هاروح عامل لها DB. ممكن أجمّع بيانات إيه تاني عايز، هنفترض إن أنا عايز أجمّع مثلًا رقم تليفون أو عايز سؤال معين يسأله، فممكن نيجي نختار هنا لو جينا دوسنا على add field ونلاقي هنا بعض الحاجات. طبعًا دي الحاجات اللي متاحة مجاني، الباقي ده كله في الإضافة المدفوعة. ممكن نيجي ندخل نعمل إيه، ممكن نقول له عايز drop down، هامسك drop down دي كده وهاروح ساحبها حاططها هنا drag and drop، ما فيش أسهل من كده. الdrop down دي هنسميها إيه، هنكتب هنا مثلًا أنت عندك شركة مثلًا، أو نكتب بيانات عشان نعرف الفورم اللي جاية إيه. فلنفترض مثلًا عايز تعمل إعلان عن إيه. طبعًا أنا باكتب أي حاجة، أنت المفروض الكتابة تبقى احترافية مش بلغة عامية. فنكتب مثلًا دلوقتي عشان بس الفيديو عايز تعمل إعلان إيه، ممكن نكتب مثلًا جوجل، نكتب هنا فيسبوك، ونكتب تحت مثلًا تيك توك على سبيل المثال خلاص. فأنا دلوقتي عملت الفورم دي وكتبت له هنا أو عملت 3 اختيارات هنا بحيث إنه يقدر يختار ما بينهم. طيب إيه فايدة الاختيارات دي؟ إن الفورم الشخص اللي هيبعتها أنا هابقى عارف على طول هو عايز يعمل إيه، هو مختار choice معينة فتعرفني إنه على طول عايز إعلانات جوجل أو فيسبوك أو تيك توك. طبعًا ممكن أخلي الخانة دي required عشان لازم يعرفني إيه. ونيجي هنا عند advanced الستايل بتاعها كلاسيك، ممكن نشوفه modern، مش عارف modern بيغير في إيه، نبقى نشوفه جوه. خلي كلاسيك دلوقتي. هنخلي الفيلد كبيرة
كبيرة بنفس سوى الباقي، والplace holder اللي هو هنا الكلام اللي مكتوب بالإنجليزي ده هنكتب مثلًا يرجى اختيار إجابة مثلًا، تمام، وهنيجي خلصنا ضفنا ده، ممكن نضيف حاجة كمان، نيجي عند add field هنا فوق ونضيف مثلًا number، عايزين نجمّع رقم تليفونه فضاف لي النمبر تحت لمّا دوست عليها، أو طبعًا أروح واخدها drag and drop، فأنا أخدتها drag and drop هنا وهنمسح اللي تحت، ونيجي نكتب هنا نخلّي الخانة دي برضه required ونكتب هنا رقم الهاتف بشكل جميل جدًا. نيجي عند advanced ونخلّي الخانة دي large. طيب بعد ما خلّصت التعديل الموضوع سهل زي ما أنتم شايفين، بعد ما خلّصت التعديل ابتدي أدوس save وهاجي عند الموقع هنا بتاعي، شايفين الفورم القديمة هاعمل refresh هالاقي الفورم اتعدلت زي ما أنا عايز. طبعًا الحاجة جاية على الشمال لإن أنا قالب الموقع إنجليزي، مجرد ما تقلبه عربي وتكتب بالعربي هتلاقي كل حاجة جات على اليمين. فأنا هنا عندي دلوقتي الاسم، الإيميل، عايز تعمل إعلان، يرجى اختيار إجابة، فآجي هاختار هنا جوجل، فيسبوك، تيك توك، والرسالة أو المشكلة بتاعتك. خلاص، وفي عندي برضه تحت الزرار بتاع الsend message، تعالوا نعدل عليه، فننزل تحت هنا نلاقي هنا ده send message، ندوس عليه جاب لي الإعدادات بتاعته، هنا بيقول لي اسم الفورم إيه هنسيبها زي ما هو، بيقول لي الsubmit button text هتكتب فيه إيه، فهنكتب مثلًا ارسل مثلًا، خليها ارسل بس أو ارسل رسالتك، وهنا لما يخلص إرسال عشان نخلي الموضوع كله بالعربي نكتب جاري الإرسال و3 نقط زي ما كان معمول ونعمل save. لو جيت هنا عند الموقع بتاعي عملت refresh هالاقي الزرار بتاعي اتعدل. طيب لحد هنا الدنيا كويسة أوي، لو أنا جيت كتبت مثلًا الاسم هنا، كتبت أي حاجة، كتبت الإيميل، نفترض الإيميل بتاعي مثلًا اللي هو الخاص بالدومين، تقدر تكتب أي إيميل أنت عادي بتتواصل مع الموقع بشكل طبيعي جدًا، وهاجي اختار إجابة مثلًا عايز أعمل إعلانات جوجل، طبعًا أنا باكتب أي رقم مش رقم حقيقي، رسالتك أو مشكلتك برضه أي كلام، ونيجي ندوس ارسل رسالتك. نزّلني تحت هنا وقال لي إيه thanks for contacting us we will be in touch with you shortly. دلوقتي هو بيقول لي شكرًا على رسالتك وإحنا هنتواصل معاك قريبًا. هادخل على الsettings وعندي شوية إعدادات هنا، عندي الإعدادات اللي أنا دلوقتي واقف في الgeneral أو العام، الإعدادات اللي إحنا غيّرنا منها الزرار، ممكن تدوس advanced تلاقي إعدادات تانية. الspam protection and security هنا بيقول لك إنك تقدر تفعّل بعض الcheck box زي ما أنتم بتيجي تفتحوا مواقع تلاقوا ظهر لكم هنا، تعالوا بس نعمل refresh، ظهر لكم هنا إنك تعمل اللي هو أنت تحقق إن أنت مش report زي حاجة جوجل أو Cloudflare وهكذا، وتقدر هنا تعمل وقت معين إن يبقى في short time مثلًا ما ينفعش الشخص يبعت فيه عشان ما يحصلش spam، فممكن نفعّل دي enable minimum time to submit، يستنى ثانيتين قبل ما يعمل، لإن في بعض الناس بتستخدم بوتات إنها تدخل وتملى الفورم automatic، فده ممكن يبقى فيه إزعاج، وأعرفكم إزاي أصلًا إن إحنا نقدر كمان نلغي ده في الموقع فيما بعد. طيب هنيجي ندخل على الtheme هنا بعض الحاجات الخاصة بالشكل، هنرجع نيجي ندخل على الnotification، ما فيش برضه حاجة هنا ضرورية، بعد كده نخش على الcommunications. هنا في الcommunications أو آسف الconfirmations بيجيب لك هنا الرسالة، بيقول لك المسج اللي هتيجي بعد ما تملى الفورم اللي هي كانت جات لنا، فدي الرسالة اللي كانت جات لنا، فإحنا ممكن هنا نغيرها نكتب له مثلًا شكرًا لك مثلًا على إرسال رسالتك، تمام، ونعمل نقطتين مثلًا سنتواصل معك خلال 24 ساعة مثلًا، يبقى الشخص بعد ما بعت الفورم عرف إيه الدنيا، وهندوس save. كده إحنا خلصنا خلاص. لو جينا هنا عملنا refresh وجينا برضه ملينا البيانات تاني بأي بيانات، تاخد البيانات القديمة مثلًا، نعمل هنا فيسبوك، نكتب هنا أي أرقام وأي رسالة ونعمل ارسل رسالتك، هالاقيه نزّلني تحت وكتب لي شكرًا على إرسال رسالتك سنتواصل معك خلال 24 ساعة، ضبط لي الكلام ده خلّاه لي إنجليزي. طيب بعد ما خلصنا تعديل على الفورم ده، عايزين نعدل بقى على الفورم بتاعة الsign up دي هنا، فهنيجي ندخل هنا تحت نقول له الnewsletter sign up، هنقول له edit عليها، بعد ما نقول له edit هيجيب لي هنا هو ما فيهاش غير خانة الإيميل، فهنيجي برضه نقرّبه مثلًا نكتب هنا الإيميل، طبعًا لازم تبقى required، وزرار الsubscribe مثلًا هنقول له خلّينا مثلًا اشترك في النشرة، تمام، نكتب مثلًا هنا كده شين، هنا زرار الإرسال هنقول جاري الإرسال، تمام، بنفس الشكل القديم وهندوس save. بعد ما ندوس save هنيجي نعمل هنا refresh، نعمل continue، هنلاقي الفورم اللي تحت اتعدلت واشترك في النشرة، بس في عندي هنا حاجة تحت بيسموها الplace holder اللي هو your email address اللي هو بيعرفك إنك تكتب هنا إيه، عايزين نغيّر دي، فنيجي هنا ونروح داخلين على الfield ونيجي عند advanced وهنا الplace holder text هنكتب هنا يرجى إدخال بريدك الإلكتروني مثلًا، بحيث الشخص اللي يدخل يبقى عارف إنه هنا هيكتب البريد بتاعه، ونيجي نعمل هنا refresh، نعمل continue، هنلاقي الرسالة
اتغيّرت. طبعًا عشان تتقلب يمين والزرار برضه ده ييجي شمال يبقى من اليمين للشمال. بس بكل بساطة دي إزاي تقدر تعدّل في الform وتشتغل عليها وتعمل الform اللي على مزاجك سواء دي أو غيرها وتضيف فيها كل اللي أنت عايزه. فده كان شرح بسيط. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنتعلم إزاي إن الform دي لمّا آجي أبعت من عليها تبتدي تبعت لي رسالة سواء على إيميل الجيميل أو أي إيميل تاني أو حتى على الإيميل الاحترافي اللي بتوفّره الاستضافة. هنحاول نشوف الطريقتين، مش عارف هاعرف أعملهم في فيديو واحد والّا لأ، بس هابتدي الأول بطريقة الجيميل عشان ده أغلب المتوفّر مع الكل بحيث إن هو مجاني. فهنشوف إزاي نقدر نربط WP Form مع إضافة تانية اسمها WP SMTP mail وهنشوف الإعدادات مع بعض. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تدعمني أكمّل. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.